أهلا بيكم شباب سنة أولى تجارة إنجليش مع بارت 3 من المانجيريال أكاونتنج. والنهاردة هنشرح القرار الثالث من الديسيجن ميكينج accept or reject special order. الأول يعني إيه special order؟ يعني شركة بلبن مثلا يجي لها اوردر عايز 2000 وجبة أشطوطة بسعر 20 جنيه للوجبة الواحدة. طب هو ليه ده اسمه special order بالنسبة لمحلات بلبن؟ قال لك لأن بلبن مش بيطلع الكمية دي في اوردر واحد، وكمان لأن بلبن بيبيع الأشطوطة هنقول مثلا ب40 جنيه، بس الاوردر جاي بسعر 20 جنيه عشان خاطر الكمية كبيرة. السؤال هنا بقى المفروض بلبن يقبل الاوردر بالسعر ده ولا يرفضه؟ احنا النهارده هنعرف امتى الشركة بتأكسبت او تريجكت السبيشال اوردر. قال لك عشان الشركة تعرف تأكسبت او تريجكت السبيشال اوردر بتحسب 4 حاجات. اول حاجة الايدل كاباسيتي. الايدل كاباسيتي بيساوي الفول كاباسيتي ماينس البرودكشن ليفل. الفول كاباسيتي دي كامل الطاقة الإنتاجية للشركة، أما البرودكشن ليفل دي مستوى الإنتاج اللي الشركة هتنتجه. يعني إيه؟ يعني شركة إكس مثلا عندها الفول كاباسيتي بتاعتها ب50,000 يونت. يعني شركة إكس لو اشتغلت بكامل طاقتها الإنتاجية واستعملت كل معداتها عشان تطلع آخر كمية أو كل كميات تقدر تطلعها هتكون 50,000. أما البرودكشن ليفل دي كمية الإنتاج اللي الشركة بالفعل بتطلعها وبتنتجها. يبقى الفول كاباسيتي دي كامل الطاقة الإنتاجية اللي الشركة بتطلعها عند 50,000 وحدة. لو طلعت ال50,000 وحدة يبقى هي استهلكت كل معداتها وشغلت كامل طاقتها الإنتاجية، بس هي بتطلع 40,000 وحدة بس. دي اللي اسمها البرودكشن ليفل، دي الكميات اللي بالفعل بتبيعها. فاحنا لما نشيل البرودكشن ليفل من الفول كاباسيتي يدينا الايدل كاباسيتي. دي اول حاجه بنحسبها من ال4 حاجات عشان نعرف نأكسبت ولا نريجكت السبيشال اوردر. رقم 2 بنعمل كومباريزون، مقارنه ما بين الايدل كاباسيتي اللي احنا لسه حاسبينها من شويه وما بين السبيشال اوردر. يعني نفترض ان الشركه اكس الايدل كاباسيتي بتاعتها ب 10,000 وحده وجاي لها سبيشال اوردر ب 8,000 وحده. هنا الشركه تقدر تطلع ال 8,000 وحده من غير ما تستغنى عن اي حاجه من الكميات اللي بتنتجها للشركه. ليه؟ لان الايدل كاباسيتي اللي هي تقدر تطلعه 10,000 وحده، بس هي جالها سبيشال اوردر ب 8,000 وحده، يعني اقل من القدره الانتاجيه بتاعتها. فكده معناها ان شركة اكس هتطلع السبيشال اوردر اللي هم ال 8000 وحدة بكل اريحية. يعني ايه بكل اريحية؟ يعني مش هتضطر انها تستغنى عن اي كمية هي بتنتجها من ال 10,000 عشان تطلع ال 8000. اما لو افترضنا ان السبيشال اوردر عندها جالها ب 18,000 وحدة، يبقى هنا ال 18,000 اللي هم بتوع السبيشال اوردر اكبر من الايدل كاباسيتي اللي هم ال 10,000. يعني هنا شركة اكس هتضطر تستغنى عن كميات من الانتاج بتاعها اللي هم ال 10,000 عشان تقدر تطلع ال 18,000 وحدة بتوع السبيشال اوردر. يبقى هنا ما دام هي عملت استغناء عن كميات انتاجها يبقى ده opportunity cost. يبقى رقم 2 انا بعمل comparison ما بين السبيشال اوردر وما بين الايدل كاباسيتي بتاعت الشركة. لو الايدل كاباسيتي اكبر من السبيشال اوردر يبقى هنا ما عنديش opportunity cost، لكن لو السبيشال اوردر كميته اكبر من الايدل كاباسيتي يبقى انا هنا هستغنى عن كميات من الانتاج بتاعي، يبقى انا هنا عندي opportunity cost. وعشان كده رقم 3 اللي هي الكونتريبيوشن مارجن لوست اللي احنا هنخسره او اللي الشركة هتستغنى عنه عشان تطلع السبيشال اوردر، ده بيساوي الشورتج كاباسيتي بير يونت مضروب في الكونتريبيوشن مارجن بير يونت. طب هي ايه الشورتج كاباسيتي؟ دي عدد الوحدات اللي هنتخلى عنها او نضحي بيها عشان نطلع السبيشال اوردر، والشورتج كاباسيتي بتساوي السبيشال اوردر ماينس الايدل كاباسيتي اللي احنا حسبناها في اول خطوه. جميل. طب الكونتريبيوشن مارجن بير يونت ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي السيلينج برايس ماينس الفاريبل كوست. تاني الكونتريبيوشن مارجن بير يونت بيساوي
السيلينج برايس ماينس الريجولار فاريبل كوست. السيلينج برايس ده السعر اللي الشركه بتبيع بيه. طب الريجولار فاريبل كوست، الفاريبل كوست هنا عباره عن الدايركت ماتيريال بلس الدايركت ليبر بلس الفاريبل اوفر هيد بلس الفاريبل سيلينج اند ادمنستريتيف كوست. جميل قوي. يبقى انا هحسب في رقم 3 الكونتريبيوشن مارجن لوست، ده الاوبورتيونيتي كوست اللي الشركه هتتخلى عنه عشان تطلع السبيشال اوردر. الكونتريبيوشن مارجن لوست بيساوي ايه؟ بيساوي الشورتج كاباسيتي مضروبه في الكونتريبيوشن مارجن بير يونت. جميل. وقلنا ان الشورتج كاباسيتي عباره عن السبيشال اوردر، يعني عدد الوحدات اللي هننتجها للسبيشال اوردر ماينس الايدل كاباسيتي، الايدل كاباسيتي اللي احنا حسبناها في اول خطوه. طيب والكونتريبيوشن مارجن بير يونت ده عباره عن السيلينج برايس اللي الشركه بتبيع بيه منتجاتها ماينس الريجولار فاريبل كوست، والفاريبل كوست بتساوي الدايركت ماتيريال بلس الدايركت ليبر بلس الفاريبل اوفر هيد بلس الفاريبل سيلينج اند ادمنستريتيف. جميل قوي. يبقى احنا كده عرفنا الكونتريبيوشن مارجن لوست. رقم 4 والخطوه الاخيره اللي هو اكسبت او ريجكت السبيشال اوردر، دي بنعرفها ازاي؟ بنعرفها عن طريق ان احنا بنجيب اللي تشينج في السيلز نشيل منه اللي تشينج في الكوست. اللي تشينج في السيلز ده عباره عن عدد الوحدات النمبر اوف يونتس بتاع السبيشال اوردر ونضربه في السبيشال اوردر برايس اللي هو السيلينج برايس بير يونت. يبقى اللي تشينج في السيلز ده التغير اللي هيحصل في مبيعات الشركه لو قبلت السبيشال اوردر. عباره عن ايه؟ عن كميات السبيشال اوردر المطلوبه نضربها في سعر السبيشال اوردر. طب واللي تشينج في كوست، اللي تشينج في الكوست بيساوي التوتال فاريبل كوست اي زياده في الفيكسد كوست. يبقى تاني اللي تشينج في الكوست بيساوي التوتال فاريبل كوست الزياده في الفيكسد كوست. التوتال فاريبل كوست عباره عن النمبر اوف يونت في السبيشال فاريبل كوست، الزياده اللي حصلت في الفيكسد كوست بالنسبه للسبيشال اوردر. يبقى كده هنحسب اللي تشينج في السيلز ونشيل منه اللي تشينج في الكوست يدينا رقم. الرقم ده لو طلع بوزيتيف يبقى اكسبت السبيشال اوردر، ولو طلع نيجاتيف هنريجكت السبيشال اوردر. يبقى تاني تعال نراجع مع بعض ازاي بنعمل اكسبت او ريجكت للسبيشال اوردر. هنحسب 4 حاجات وبالترتيب. رقم 1 الايدل كاباسيتي، عباره عن ايه؟ عن الفول كاباسيتي الكميات اللي الشركه بتنتجها ماينس الليفل اوف برودكشن. رقم 2 هنعمل كومباريزون، يعني هنقارن عدد الوحدات المطلوب في السبيشال اوردر مع الايدل كاباسيتي اللي حسبناها في الخطوه الاولى. رقم 3 هنحسب اللوست كونتريبيوشن مارجن اللي هي الاوبورتيونيتي كوست. قبل ما اشتغل على رقم 3 هبص الاول على رقم 2 اشوف الكومباريزون اللي احنا عملناها. لو السبيشال اوردر كميته اقل من الايدل كاباسيتي يبقى اللوست كونتريبيوشن مارجن او الاوبورتيونيتي كوست بزيرو. طب لو حصل العكس ولقينا ان السبيشال اوردر عدد وحداته اكبر من الايدل كاباسيتي، هنا يبقى عندي اوبورتيونيتي كوست اللي هو اللوست كونتريبيوشن مارجن. ده بنحسبه ازاي؟ بنحسبه عن طريق ان احنا بنجيب الشورتج كاباسيتي ونضربه في الكونتريبيوشن مارجن بير يونت، وقلنا ان الشورتج كاباسيتي بتساوي السبيشال اوردر ماينس الايدل كاباسيتي عشان يطلع لي عدد الوحدات اللي احنا هنضحي بيه. طب والكونتريبيوشن مارجن بير يونت بنحسبها ازاي؟ بقول السيلينج برايس بتاع الشركه بشيل منه الريجولار فاريبل كوست، وعرفنا ان الريجولار فاريبل كوست بتساوي الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر والفاريبل اوفر هيد والفاريبل سيلينج اند ادمنستريتيف، كل ده باليونتس. الخطوه رقم 4 والاخيره ان احنا بنحدد هنأكسبت ولا نريجكت البروجكت، ده عن طريق ان احنا بنحسب اللي تشينج في السيلز ونشيل منه اللي تشينج في الكوست. طب اللي تشينج في السيلز دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن الانكريمنتال ريفينيو، الزياده اللي هتحصل في مبيعات الشركه لو قبلت السبيشال اوردر، ودي بتساوي النمبر اوف يونت بتاعت السبيشال اوردر
مضروبه في السيلينج برايس بتاع السبيشال اوردر. طب والتشينج في الكوست بتساوي ايه؟ بتساوي التوتال فاريبل كوست اللي احنا لسه حاسبينها من شويه، اللي هي عباره عن الدايركت ليبر والدايركت ماتيريال والفاريبل اوفر هيد والفاريبل سيلينج اند ادمنستريتيف، ونجمع عليها اي زياده حصلت في الفيكسد كوست. لما نشيل اللي تشينج في الكوست من اللي تشينج في السيلز يدينا رقم. الرقم ده لو بوزيتيف هنأكسبت السبيشال اوردر، ولو نيجاتيف هنريجكت السبيشال اوردر. ودلوقتي تعالى نطبق بمثال يوضح لنا فكرة ازاي نأكسبت او نريجكت السبيشال اوردر. هنا مديني مثال بيقول لي ABC company has a capacity of 30,000 يونت per year، والشركة بتتوقع انها تبيع 25,000 يونت خلال السنة اللي جاية بسيلينج برايس $50 لليونت الواحد. وعشان تطلع الكمية دي بتصرف كوست دايركت ماتيريال 15 يونت ب $450,000، دايركت ليبر 8 يونت ب $240,000، والفاريبل اوفر هيد 3 يونت ب $90,000، والفيكسد اوفر هيد 9 يونت ب $270,000، والفاريبل سيلينج كوست عباره عن 4 يونت ب $120,000، والفيكسد سيلينج اند ادمنستريتيف بيكلفوا الشركه 6 يونت ب $180,000. الشركه جالها اوردر ب 7000 وحده على سعر $25 لليونت. قال لك بس الاوردر ده هيتطلب نيو ماشين ب $5000 رينتال فيز. الريكواير should ABC company accept or reject special order. يا ترى الشركة على العرض ده توافق بالسبيشال اوردر ولا ترفضه؟ تاني طلب عايز المينيمم برايس which below should ABC company reject order، يعني حدد اقل سعر الشركة ممكن تقبل بيه اي اوردر. احنا هنا هنحل بالترتيب زي ما عرفنا. رقم واحد هنحسب الايدل كاباسيتي. قلنا الايدل كاباسيتي هي الفول كاباسيتي بتاعت الشركه ماينس البرودكشن ليفل، هتساوي الفول كاباسيتي هو مديهاني فوق ب 30,000 يونت، هنطرح منها ال 25,000 يونت. ليه؟ لان ال 25,000 يونت ده السيلينج اللي الشركه توقعت ان هي هتبيعه من عدد الوحدات، يبقى 30 من 25 5000 يونت، ده الايدل كاباسيتي. رقم 2 هنقارن الايدل كاباسيتي والسبيشال اوردر. السبيشال اوردر هو مديهاني في المساله ب 7000 يونت، والايدل كاباسيتي احنا حسبناها في الخطوه رقم 1 ب 5000 يونت. هنا بقى اشوف السبيشال اوردر مديهاني ب 7000 يونت والايدل كاباسيتي بتاعت الشركه ب 5000 يونت. ايه ده؟ السبيشال اوردر اكبر من الكاباسيتي بتاعت الشركه؟ يبقى كده الشركه هتضطر تعمل ايه؟ تضحي بعدد وحدات عشان تنتج السبيشال اوردر. ما دام هتضحي يبقى في اوبورتيونيتي كوست. يبقى رقم 3 احسب اللوست كونتريبيوشن مارجن. قلنا ده بيساوي الشورتج كاباسيتي بير يونت مضروبه في الكونتريبيوشن مارجن بير يونت. الشورتج كاباسيتي بير يونت بتساوي السبيشال اوردر اللي هم ال 7000 يونت اشيل منهم الايدل كاباسيتي اللي هم ال 5000 يونت يديني 2000 يونت، واحسب الكونتريبيوشن مارجن بير يونت اللي هو الريجولار سيلينج برايس اللي الشركه بتبيع بيه ماينس الريجولار فاريبل كوست. بس الاول هحسب الفاريبل كوست، هقول انها عباره عن الدايركت ماتيريال زائد الدايركت ليبر زائد الفاريبل اوفر هيد زائد الفاريبل سيلينج اند ادمنستريتيف. هو مديهمني في المساله ان الدايركت ماتيريال ب 15 والدايركت ليبر ب 8 والفاريبل اوفر هيد ب 3 والفاريبل سيلينج ب 4، يبقى 15 و8 و3 و4 يبقى الفاريبل كوست عباره عن $30. يبقى الريجولار سيلينج برايس اللي هم ال 50 اللي الشركه بتبيع بيه اصلا $50، هنشيل منهم ال $30 يدينا $20. هنا احسب اللوست كونتريبيوشن مارجن اللي هو الشورتج كاباسيتي ب 2000 يونت مضروبه في الكونتريبيوشن مارجن بير يونت اللي هم ال $20. 2000 في 20 يدينا $40,000. رقم 4 والخطوة الأخيرة اللي هي accept or reject السبيشال اوردر، عبارة عن إن أنا بحسب اللي تشينج في السيلز وأطرح منه اللي تشينج في الكوست. اللي تشينج في السيلز
ده عبارة عن السبيشال اوردر، عدد الوحدات بتاعته 7000 يونت مضروبة في سعر الاوردر اللي هم $25، واحسب التشينج في الكوست. هو هنا في المسألة قال لي ان هو هيأجر مكنة عشان يطلع السبيشال اوردر هتكلفه رينتال فيز ب $5000، يبقى دي الزيادة في الفيكسد كوست عشان نطلع السبيشال اوردر، يبقى ال $5000 ونجمع عليها التوتال فاريبل كوست، ودي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال $30 الفاريبل كوست اللي احنا لسه مطلعينها في رقم 3 نضربها في ال 7000 يونت بتوع السبيشال اوردر، يبقى 175,000 نشيل منهم 215,000 يطلع لنا الناتج بماينس 40,000، يعني الناتج طلع بنيجاتيف ساين. مادام طلع الرقم بنيجاتيف يبقى على طول هنعمل ريجكت للسبيشال اوردر. ليه؟ ومعناه ايه الرقم اللي طلع بالماينس؟ معنى ان الرقم طلع ماينس ده الديكريز اللي هيحصل في النت اوبريتنج انكم بتاع الشركه، يعني الاوردر ده لو الشركه قبلته هيحصل ديكريز في النت اوبريتنج انكم بتاعها، عشان كده لازم تعمل ريجكت للسبيشال اوردر ده. يبقى كده عرفنا ازاي بنعمل اكسبت او ريجكت للسبيشال اوردر. السؤال التاني بيقول لك ايه اقل سعر ممكن الشركه تقبله للسبيشال اوردر؟ فهنقول المينيمم برايس بيساوي الانكريمنتال كوست بلس الكونتريبيوشن مارجن لوست، نجمعهم على بعض ونقسمهم على النمبر اوف يونتس بتاع السبيشال اوردر، يبقى 128,000 ده الانكريمنتال كوست، هنجمع عليه الكونتريبيوشن مارجن كوست اللي هم ال 40,000 اللي احنا حسبناهم في الخطوه رقم 3 ونقسمهم على ال 7000 يونت، ال 7000 يونت دول عدد وحدات السبيشال اوردر، يطلع الناتج 36.86 لكل يونت، يعني ال 36.86 لليونت ده اقل سعر الشركه ممكن تقبله عشان تقبل السبيشال اوردر. اقل من السعر ده فورا الشركه هتعمل ريجكت للسبيشال اوردر. احنا كده عرفنا ازاي بنعمل الديسيجن ميكنج بتاع سبيشال اوردر اكسبت او ريجكت. فلو عندك اي سؤال بخصوص فيديو النهارده اسالني في الكومنتس وانا هرد عليك، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو مع اصحابك عشان الكل يستفاد. بالتوفيق دايما يا شباب، وشكرا لحضراتكم.